تلاحظ لما الناس يشوفونك إنسان طيب يبدأون يقللون احترامهم معك، يعتبرون طيبتك ضعف، يعتقدون أنه يقدروا يستغلونك بأي طريقة ويقللون من قدرك، يعتبرونك إنسان يقدر التحكم فيه. بس لما يضغطون عليك راح يشوفون وجه آخر منك، وجه ما هم مستعدين له. إذا كنت دائما طيب، دائما تلبي لهم طلباتهم وتكون دائما مستعد للمساعدة، راح دائما يتوقعون نفس الفعل منك ويستغلونك. لما توصل لهذه المرحلة لازم تظهر لهم وجه آخر ما عمرهم شافوه قبل. طيب مو معنى أنك تقدر تستغلي وتقلل من قيمتي. يقول لك عامل الناس مثل ما تريد يعاملونك فيه، لكن أعتقد هذه بقولها دائما غلط. إذا الشخص اللي قدامي ما أعطاني احترام وما قدم لي احترام، أنا مو مستعد أو مو مجبر أقدم لك احترام. إذا الشخص اللي أمامي ما احترمني فأنا مو مجبر أحترمك. بعض الناس حتى ما يستحقون احترامك لهم. مو معناته أنك إنسان طيب لازم تتحمل قلة الاحترام وقلة الأدب من الآخرين. وقف ودافع عن نفسك.